ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم دكتور مينا نادر، مدرب في مركز اهرام مصر. قبل كده احنا اتكلمنا عن قسم الخدمات الصحيه وعرفنا فيه كل الحاجات اللي احنا بنتدرب عليها والجدارات اللي احنا بندرسها كويس جدا علشان ده يؤهلنا لسوق العمل فيما بعد. لكن قبل ما ندخل لسوق العمل لازم يبقى عندنا مهارات لازمه يبقى عندك كمتدرب او كمقدم خدمات صحيه. اول حاجه من ضمن المهارات دي هو التواصل. ازاي يبقى عندك تواصل بناء وتواصل فعال مع كل اعضاء الفريق الطبي. تاني حاجه المعرفه الطبيه الاساسيه، وده اللي احنا بنقدر نحققه لك هنا في اثناء الدراسه في مركز اهرام مصر. احنا هنا بنعرف مصطلحات طبيه اساسيه، بنعرف ازاي تبقى انت واقف في المستشفى او واقف في المكان الطبي او في المركز الطبي بتاعك تبقى اوير او على علم او على معرفه بكل اللي بيتقال حواليك من مصطلحات طبيه. ثالث حاجه الوعي الثقافي، يعني انت ازاي بتقدم الخدمه الصحيه دي للمريض وانت على وعي ثقافي وعلى وعي تعليمي جيد جدا بحالته. رابع حاجه مهارات الاسعافات الاوليه، ودي من الحاجات اللي احنا بنركز عليها جدا 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 اثناء دراستنا لمجال الخدمات الصحيه، لانك انت معرض في اي وقت انه تحصل اي مشكله، فيكون عليك كمقدم خدمات صحيه انك انت تقدم الاسعافات الاوليه اللازمه. خدوا بالكم الاسعافات الاوليه دي جزء كبير جدا 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 من تحقيق العلاج للمريض، لان احنا بنقدم بسرعه الاسعافات الاوليه اللي تؤهله بعد كده انه يروح للمكان الطبي اللي يتلقى فيه العلاج اللازم. واخيرا ومن ضمن المهارات اللازمه اللي هتأهلك للدخول في سوق العمل في مجال الخدمات الصحيه هو التعليم المستمر، ودي انت وشطارتك. يعني ازاي انت تبقى دايما عندك ملكة انك انت تتعلم، دايما تاخد حاجة جديدة، تدور وتبحث على النت في حاجات كتيرة، في مهارات جديدة تقدر تتعلمها وتعلم وتطور نفسك تطوير مستمر. كل ده مهارات لازمة وغيرها كتير جدا 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 مؤهلة انك انت تبقى موجود في سوق العمل وتؤدي دورك كمقدم خدمات صحية بارع. السؤال اللي ممكن يتسأل دلوقتي، يا ترى مجال العمل في الخدمات الصحية أو سوق العمل في الخدمات الصحية هل هو جزء روتيني بحت أكاديمي ولا يتطلب جزء من الإبداع؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده تتلخص في إن هو مزيج من الروتين مع جزء من الإبداع. الروتين من خلال معرفتك الأساسية بكل البروتوكولات الصحية، المعايير الصحية، المصطلحات الطبية، وكل ما أنت تعرفه عن مجال الخدمات الصحية أو درسته في مجال الخدمات الصحية. أما جزء الإبداع فهو الجزء اللي بيتطلب منك معرفة دقيقة بظروف ومشاكل المريض، ومش بس كده كمان تقدم حلول مبتكرة لمشكلات المريض. كمان من ضمن جزء الإبداع في مجال الخدمات الصحية هو إنك بتشارك وبتتبادل الخبرات مع زمايلك، يعني دايما بيبقى فيه جلسات تدريبية، بيبقى فيه ورش عمل لتبادل الخبرات دي، وكل واحد يقول الخبرة اللي هو استفادها ويشارك بيها زمايله. من ضمن برضو جزء الإبداع هو التدريب العملي من خلال ورش المحاكاة اللي ممكن تتعمل، يعني بيبقى فيه مثلا حالة طبية ممكن ان احنا نتعامل معاها ازاي، بيبقى مثلا مريض عنده ظروف معينة ازاي نعمل محاكاة لظروف المريض دي ونقدر نتعامل على الأساس ده. من ضمن برضو جزء الإبداع هو قدرتك على العمل تحت ضغط، او بمعنى اصح المرونه. يعني انت معرض في المجال الطبي اللي انت هتشتغل فيه ان يبقى في حالات طوارئ كتيره جدا، هيبقى في حالات حوادث او حالات كسور او حالات شديده جدا يتطلب معاك العمل معاها بسرعه. هو ده العمل تحت ضغط، ازاي تقدر تقدم الخدمه الطبيه او الخدمه الصحيه دي لكل اللي موجودين في قسم الطوارئ، وفي نفس الوقت تقدر تدي الاهتمام بالقدر المناسب لكل مريض من المرضى دول. السؤال اللي بيتسأل بعد كده، يا ترى مجال الخدمات الصحية هل يتطلب منك كمقدم خدمات صحية أخلاقيات معينة؟ الإجابة طبعا لازم يبقى عندك أخلاقيات المناسبة لأداء مهنة الخدمات الصحية. من ضمن الأخلاقيات دي أول حاجة الحفاظ على كرامة المريض، بمعنى إنه المريض اللي جاي ده لازم أنت تبقى محيطه بالسرية الكاملة اللي ما ينفعش تفصح عن أي أسرار خاصة بيه أو بمرضه لأي حد مهما كان. تاني حاجة انت بتقدم خدمة صحية للمرضى دون النظر لأي اعتبارات أخرى، بمعنى دون النظر لدين، لجنس، للون، لأي شيء.
انت مقدم خدمات صحيه، امانتك تقتضي عليك انك تقدم الخدمه الصحيه دون النظر لاي شيء اخر. ثالث حاجه من ضمن اخلاقيات المهنه هي المسؤوليه، انك انت كمقدم خدمات صحيه تبقى مسؤول عن قراراتك ومسؤول عن كل القرارات اللي انت اخدتها. علشان كده احنا هنا في اهرام مصر بنتدرب على ماده مهمه جدا، هي ماده اخلاقيات واداب المهنه. بنفرد وقت طويل جدا في ان احنا نتدرب على الماده دي، بنعرف كل الجوانب وكل الامور اللي بتخص اخلاقيات مقدم الرعايه الصحيه، كل ما يخص هذه الاخلاقيات من حيث الامانه، من حيث السريه، من حيث المسؤوليه، من حيث معرفه حقوق وواجبات المريض، معرفه حقوقك وواجباتك انت كمقدم خدمات صحيه، وكل الجوانب دي. اخيرا، من اهم المجالات اللي ممكن تشتغل فيها هو مجال الخدمات الصحيه، ببساطه لانك بتقدم خدمه صحيه تتعلق بارواح البشر. انت ممكن بايدك انك انت تنقذ انسان، تقدم له خدمه طبيه مناسبه، تقدم له خدمه نفسيه، تقدم له وعي ثقافي مناسب ليه، تقدر تعلى بنفسيته وبالتالي ياخد العلاج المناسب وبالتالي يقدر يشفى من مرضه.